كلما تتصدق وتنفق كلما يخلف الله عليك، وما هو خلف من عند الله خير وأبرك مما هو أصل من عندك أنت وليس خلفا، لأن الله عز وجل يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا أخلف الله لك صدقة تصدقت بها فالخلف بعد الصدقة أبرك من الصدقة نفسها. ولهذا سر الغنى الإنفاق، وعبر التاريخ أكثر الناس غنى أكثرهم إنفاقا وأكثرهم عطاء، والدنيا من دخلها لينفق في سبيل الله لو ملكها كلها لا تؤثر عليه ولا تضره، وأما من جمعها وحرص على جمعها وبخل بها فهذا تضره في الدنيا وتضره في الآخرة. قال تعالى فأما من أعطى، يعني أعطى المال، واتقى وصدق بالحسنى